السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو الإخوان غادي نشارك معكم معلومة اللي بزاف منكم ربما ما عارفينهاش. أمور الدار اللي كاري لك ما غاديش يبغيك تعرفها. كاين الآلاف ديال الإخوان والأخوات كاينين الديور مول الدار الوقت اللي كتكري الدار، يعني كتخلص واحد السابقة قبل ما تدخل الدار، ونهار كتخرج مول الدار كيرجع لك السابقة ديالك. يعني في حالة ما إلا بقات حتى شي حاجة ما ناقصة في الدار وما بقى بينك وبينه حتى شي حاجه ما كيتسالك والو، يعني ما المفروض عليه انه يرجع لك السابقه ديالك. ولكن كاينه حاجه اللي خصنا نعرفوا الاخوان، هذيك السابقه اللي خصها ترجع لك خاصها ترجع وهي زايده، ما غيرجع لكش المبلغ اللي انت عطيتي اول مره. غادي نشوفوا كيفاش الاخوان ونشوفوا القانون الايطالي شنو كيقول. فقط ما نبداو، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وشكرا. اي شخص كيبغي يكري دار مول الدار كيطلب منه السابقه، داك الانتيتشيبو اللي كيكون الكاوتسيوني. الاغلبيه كيطلبوا 3 ديال الاشهر يعني ديال السابقه، او كاين اللي كيطلب حتى 4 ديال الاشهر. واي سابقه عطيتيها لمول الدار نهار كتبغي تخرج، يعني خص دارو توثقها في العقد. عطيتي 3 شهور كتوثقها في العقد ديال الكرا، عطيتي 4 شهور كتوثقها في العقد ديال الكرا. ونهار كتبغي تخرج خاصو يعني مطالب انه باش يرجع لك الفلوس ديالك. ولكن نهار كتبغي تخرج الاخوان، اذا رجع لك فلوسك كيف ما عطيتيهم من اول مره، اذا راه شي حاجه ناقصه خاصك تعرف بان القانون اللي باش تبغي تخرج من الدار دابا خصك تعلم مول الدار. كنتي غادي تخرج انت تبغي تبدل دار بدار، انت كتعلم مول الدار قانونيا قبل ما توصل 6 ديال الاشهر، يعني كتعلموا. وحتى هو الا بغى يخرجك من الدار كيعلمك قبل ب6 شهور، وكتعلموا بنا ليطيرا اللي كتكون قانونيه كتقول بان راه التوقيت كذا او النهار كذا غادي نخرج من الدار، يعني من بعد 6 ديال الاشهر. ولكن نهار كتبغي تخرج مول الدار خصو يرجع لك السابقه ديالك اللي عطيتيه، ولكن ما خصهاش ترجع نفس المبلغ اللي عطيتيه كما قلت في الاول ديال الفيديو. مثلا باش نوضح اكثر، عطيتيه في السابقه 1500 ديال الاورو، انت كاري الدار ب 500 ديال الاورو، عطيتيه في السابقه 1500 يعني مده ديال 3 ديال الاشهر، ما خصوش يرجع لك 1500 ديال الاورو. وهذا خطا الاخوان. اذا عطاك نفس المبلغ، وهاد الدول اللي كاين الاغلبيه كيوقع عليهم هذا المشكل هذا كيف قلت، لان كاين القانون، كاين قوانين اللي كتحمي حتى الشخص اللي كاري حتى هو، والحق يعطيه انه باش ياخذ المبلغ ديال السابقه، ولكن خصو ياخذوا زيد الاخوان. كيفاش؟ من خلال القانون 11 رقم 392978. هذا القانون كيقول بان مول الدار الوقت اللي كتبغي تخرج انت من الدار وكتكون مخلصو والدار ما فيها حتى شي مشكل، خاصو يرجع لك الفلوس ديال السابقه اللي انت عطيتيهم لي اول مره، ولكن بالانتريس ديالهم. علاش بالانتريس ديالهم؟ لان انت الوقت اللي كتسكن في الدار وكتعطي انت السابقه، هذوك السابقه اللي كتعطيه انت كتكون مجمده، كتجمد هذيك السابقه، يعني ماشي كتعطيه ليه هو يمشي هو يصرفها، انت كتعطيه يدير بها هو اللي بغا. ولكن القانون كيقول بان ديك السابقه، هذيك 1500 ديال الاورو انت اللي عطيتيه كتبقى بلوكاطا، يعني عنده هو ريتما انه تبغي تخرج يشوف واش كاين شي شهر ناقص مثلا ما خلصيش، او شهرين، او لا مثلا الدار مثلا شي حاجه خسرت فيها وانت ما صايبتيهاش، فمن حقه هذوك الفلوس يستعملهم. ولكن فين كأنه دوك الفلوس ما تستعملوش، الفلوس بقاو مجمدين، اذا عليهم لينتيريسي، يعني تيتجمدوا وكاينين لينتيريسي ديالهم. هذا القانون الاخوان القانون كيف قلت اللي هو رقم 11 قانون 11 رقم 3929 1978. وكل عام الاخوان كيكون عنده واحد البيرشين طوالي، واحد النسبه مئويه ديال الانتريسي. فمثلا 2024 كان 2.5% ديال الانتريسي، في 2023 وصلت حتى ل 5%. يعني الانتريسي كيمشيو على حسب يعني البنك، يعني ديال البنك الايطالي هو اللي كيتحكم في النسبه المئويه، يعني اما كتطلع او لا كتنزل. طلعت بزاف انت راك انت المستفيد، هبطات راك كتضيع. ولكن دائما عندك واحد النسبه كتزاد كل سنه على هذاك المبلغ انت اللي عطيتيه 1500 ديال الاورو. خاص في 2024 تكون تزادت لك 2.5% على المبلغ ديال 1500. عطيت في 2023 خاص تكون واحد الزياده ديال 5%، وهكذا. يعني كريتي واحد 10 سنين مثلا، لنفرض دخلتي في 2016 للدار، حنا دابا حاليا في 2026، يعني مده ديال 10 سنين. فمن 2016 وانت عاطي السابقه حتى ل 2026، فكل عام خاص تزاد واحد النسبه.
وكيجمع لك هذيك النسبه كل اللي تزادت هذه المده ديال 10 سنين وكيزيدها لك على 1500 وكيعطيها لك. باش نوضحوا اكثر، مثلا من 2016 ل 2026 مثال تزادت لك مثلا 200 ديال الاورو في هذه 10 سنين كلها، خاصك انت نهار تبغي تخرج ما خاصوش يعطيك 1500، خاصو يعطيك 1700 ديال الاورو. هذه العمليه الحسابيه شكون كيديرها؟ يا اما كيديرها محاسب او لا كيكون خبير مثلا كيكون مختصين في هذه المسائل هذه، كتمشي لعنده كيحسب لك المده كلها من نهار دخلت حتى نهار غادي تخرج، وكيشوف كل سنه شحال كان فيها ديال الانتريسي مثلا 2% 5% 6%، وكيدير واحد العمليه حسابيه المده ديال هذه السنوات كلها وكيجمع وكيقول لك شحال عندك ديال الزياده. لان هذوك الفلوس انت اللي عطيتي للمولدار ماشي ديالو، هذوك الفلوس مجمدين تجمدوا، والحاجه اي حاجه كتبلوكا كيكونوا عليها الفوائد ديالها. بعد واحد الانسان عنده فلوس كيمشي للبنكه كيقول لهم انا الفلوس ديالي هاد الفلوس غادي نبلوكي من المده ديال 5 سنوات. فاش كيتبلوكاو مده ديال 5 سنوات كيكون عندهم الفوائد. انت الفوائد فاش كتوصل ل5 سنين وكتبغي تخرجهم ما كتخرجش المبلغ ديالك انت اللي عطيتي من اول مره، كيكونوا مع حتى الفوائد. مثلا درتي بلوكو ديال 5000 ديال الاورو، من بعد 5 سنوات تقدر داك 5000 كتولي 6000 كتولي 7000 تقدر تولي 8000 على حسب النسبه المئويه اللي كتكون في ديك السنه. على حسب يعني البنك ديال الدوله اللي انت اللي فيها هو اللي كيتحكم في ديك النسبه المئويه. وهذا نفس المثال كينطبق حتى على الفلوس اللي انت كتعطي لمول الدار، هذيك السابقه الاولى اللي كتكون هي بلوكو كتكون مجمده عنده المده كلها باش يحفظوا لي واحد شويه من الحق ديالو. ولكن انت الى المده كلها ديال السكن كنتي كتخلصوا شهر بشهر، الدار كيف ما عطاها لك رجعتيها لي او لا انظف من اللي عطيتيه، فمن حقك انك تاخذ الفلوس ديال السابقه ديال كلها ومعها الفوائد كامله اللي تبلوكا وهذوك الفلوس ديال المده كامله. يعني الاخوان القانون راه كاين، كيف قلت القانون الرقم 11 392 1978. بزاف ديال الناس كارين الديور وعارفين القانون وما كيبغيوش يعرفوه للناس، لان ماشي في المصلحه ديالو باش يعطيك بالانتريسي ديالها، ماشي في مصلحته. هذوك البلوك اللي كيتبلوكا ممكن يستافد منه هو يديهم وتترجع يرجع لك الفلوس ديالك حتى المبلغ العادي ديالك انت. وهذا هو علاش الاخوان الانسان مطالب باش اي حاجه تبغي ديرها مع مول الدار في الكرا ديرها معاه في الكونطراتو، وحتى الخلاص ديال الدار باش تحفظ الحق ديالك. واي حاجه بغيتيها غادي تاخذها عن طريق المحكمه مثلا، ولكن يكونوا الفلوس كيمشيو عن طريق البونيفيكو. اي واحد كرالك خذ من عنده الايبان ديالو وبقى ترسل له الفلوس كل شهر من البنكه ديالك او لا من البوسطه. المهم ديروا البونيفيكو في الخلاص باش تحفظ الحق ديالك وما يكونش فيه حتى تلاعبات. هذه مساله مهمه الاخوان، لان حتى الخلاص بالبونيفيكو دائما كيحفظ لك الحقوق ديالك في اي حق طالبتيه. وحتى ذاك الكاوتسيون اللي كتعطي انت اول مره ديرها له بونيفيكو حتى هي، باش نهار تبغي تخرج من الدار تقدر تطالبوا بهذا القانون هذا، وغيكون كل شيء يعني كل شيء باين وكل شيء واضح، وانك درتي البونيفيكو في التاريخ كذا كذا على حسب الكاوتسيون. واي حاجه تعطيها لي كتبها، هذيك الكاوتسيون اللي غتعطيه انت في الاول كتبوا بان هذا المبلغ هذا راه سابقه ديال الدار. فكنتمنى الاخوان نكون وضحت هذه المساله هذه، نكون وضحت هذه النقطه. راه القانون كاين الاخوان، وكيف قلت لك اصحاب الدول ما يبغيوكمش تعرفوا هذا القانون هذا، واللي هو القانون 11 رقم 392 1978. تقدروا الاخوان تقلبوا على القانون هذا، تقدروا ديروا انتم الشركه ديالكم وتبحثوا باش تعرفوا اكثر على القانون. نتمنى الاخوان تكون الفكره وصلت والمعلومه وصلت. حاولوا تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كاينين حتى هما باش يعرفوا المعلومه ويحفظوا الحقوق ديالهم ويستافدوا من الحق ديالهم حتى هما. قبل ما تخرج الاخوان ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك اللي مازال ما اشتركش معنا. استودعكم الله الذي لا تضيعوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.